السلام عليكم. بتبدأ أحداث الفيلم بمخلوق شكله غريب جدا، وبنعرف إن سبب وجوده في المكان ده هو فينوم وباقي أصدقائه، وبنعرف منه إنه كان ملك من ضمن ملوك الفضاء، وإن فينوم وباقي السيمبيوت حبسوه في المكان ده، وبيقول إنه أخيرا عرف مكان المخطوطة وإن آن أوان خروجه من السجن ده، وبيكفي الوحش من الوحوش بحضور المخطوطة دي، وده لأن فيها مفتاح، والمفتاح ده هو اللي هيساعده على خروج من السجن. ونشوف إيدي بروك وهو قاعد في بار في المكسيك وبيتكلم مع النادل اللي شغال في البار ده عن الرجوع بالزمن اللي حصل في فيلم نو واي هوم. بعدها بيقوم ايدي وبيتكلم فينوم ويقول ان هم في حالة سك، وبتبدأ آلة الزمن تسحب ايدي بروك مرة تانية، وبعدها بيرجع تاني للنادل وبيكون شكله زي ما هو باستثناء شعره بس. وبيدخل فينوم جوه البار وبيبدأ يجهز لنفسه مشروب يبوظ المكان كله، ويشوف ايدي بروك خبر في النشرة بيقول ان ايدي هو السبب في موت الضابط موليجان، وان ايدي بروك مطلوب للعدالة. بعدها يبص ايدي بروك على تمثال الحرية ويبدأ فينوم يطلب منه يشوف التمثال ده. بعدها يقرر ايدي ان هم هيسافروا لهناك، واثناء ما كانوا ماشيين بيسيب ايدي الحساب بتاعه ويسيب معاه جزء من كيان فينوم. ووقت ما كان ايدي ماشي بيسمع صوت كلاب كتير ويبدأ يروح على الصوت علشان ينقذهم، وبيلاقي مجموعة من الكلاب محبوسين جوه قفص كبير. وقت ما بيحاول ايدي بروك ينقذهم بيقابل عصابة خطيرة من المكسيك ويبدأوا يهددوا ايدي علشان دخل المكان من غير ما يستأذن منهم، وبيبدأ ايدي ينصحهم باللي هيحصل فيهم من فينوم، لكن لا حياة لمن تنادي. وساعتها بيبدأ واحد منهم يعور ايدي في وشه علشان بعدها على طول يظهر فينوم ويحرر الكلاب من المكان. واللي بيحصل بعدها ان فينوم بيقضي على كل الرجاله اللي موجوده وبياكل دماغتهم. ولما بيبدا ايدي يهرب من المكان بنشوف الوحش اللي اتبعت من الفضاء وراهم، ونشوف مجموعه بعدها من الشرطه المختصه بالابحاث وهما بياخدوا الجزء المتبقي من فينوم في البار وبياخدوا معاه النادل اللي في المكان. وبتصدر الشرطه بيان بانهم قفلوا منطقه واشنطن وهي منطقه 51، وده لان هناك بيعملوا ابحاث على الكائنات الفضائيه. وبنعرف ان الكائنات دي بتبقى من فصيله فينوم وبتبقى موجوده في مختبر موجود تحت الارض. وبنشوف بعدها الضابط موليجان هو محبوس وبيتكلم معاه الضابط اللي قبض على النادل، وساعتها بيبدأ يجري موليجان عليهم وبيبقى متحكم فيه سيمبيوس من نوع فينوم. وبيبدأ موليجان يصرخ بصوت عالي. وقتها بيبدأ يشوف المستقبل بعين المضيف ده، وبيشوف فيه المخلوق اللي بيحاول الهروب من السجن وهو متحرر. بعد كده بنشوف فينوم وهو معلق ايدي على طيارة، وده علشان يسافروا عن طريقها. ولكن اللي بيحصل ان اول ما فينوم بيتحول بيبدأ الوحش الفضائي يحدد مكان المفتاح وبيبقى هو فينوم. وبيبدأ الوحش ده يطلع ضيف شرف على الطيارة مع فينوم وبيبدأوا يتعاركوا مع بعض. بعدها يبدأ فينوم يحدفه في مروحة الطيارة ويموت. وبعدها يتحول فينوم لباراشوت علشان ينزل ايدي على الأرض بسلام. بعدها بيسأل ايدي فينوم عن الوحش ده وبيقول له فينوم إن مخلوق اسمه زينوفاج. وبنعرف إن المخلوق ده صنع كائن متكافل وبيعتبره هو صانع فينوم وأصحابه. ولكن الفينومز كلهم من فصيلة السيمبيوس اتحولوا ضده وحبسوه في كينتيا. وبيبدأ يسألوا ايدي بروك عن الحاجة اللي بتخليهم يجروا وراهم علشانها، ويرد فينوم ويقوله ان هو محتاجهم هما الاتنين، وده لان المخطوطة دي موجودة جوا فينوم وايدي. وبيبدأ يفهمه فينوم ويدخل في دماغ ايدي وبيقوله تخيل انك مت انا هقدر اصحيك مرة تانية. ولكن اللي بيحصل ان بتنخلط قوة حياتهم المنفصلة لقوة واحدة، وهي دي المخطوطة، وبتبقى عبارة عن مفتاح. وان صانعهم لو خد المفتاح ده هيقدر يتحرر من السجن. ويقول ايدي بعدها الحمد لله ان احنا ما متناش. ولكن بيفكروا فينوم بانه مات بالفعل قبل كده وهو اللي انقذه. ويقول فينوم لايدي ان الوحش اللي بيطاردهم ما يقدرش يشوف المخطوطة الا وفينوم متحول تحويل كامل في شكله الحقيقي. وقت ما كانوا ماشيين في الصحراء بيشوف ايدي حصان، ولما بيوصلوا للحصان بيبدأ فينوم يدخل في جسم الحصان ده، وساعتها بيبدأوا يجروا بيه لحد ما بيوصلوا عند شلال كده. وبتبدأ تظهر طيارة وراهم وتبدأ تضرب فينوم وإيدي بموجات صوتية عالية جدا. ووقتها بينفصلوا الاتنين عن بعض، ولكن بيحاول فينوم يوصل لإيدي في الشلال. ولكن القوات بتكون حددت موقعهم وبيقدروا يمسكوا فينوم. وفي نفس الوقت بيكون إيدي ارتكب أول جريمة قتل في حياته، لكن فينوم ما بيستسلمش وبيقدر ينقل نفسه لسمكة وبعدها لضفدعة بره الشلال، وبيقدر يدخل مرة تانية في جسم إيدي. ولما بيقع في الشلال تحت بيبدأ فينوم يتكهرب عن طريق مجموعة من القوات الخاصة. وساعتها بيجي المخلوق علشان المخطوطة وبينزل وراهم في الشلال، وبيقدر فينوم يهرب هو وإيدي من المكان وتموت باقي القوات الخاصة. ونروح للمختبر ونشوف السيمبيوتس اللي موجود مع الضابط موليجان، وبيبدأ يتكلم مع القائمين على الأبحاث وبيعرفهم بالموضوع وبيقول لهم إنه مجرد ما حصل على المفتاح واتحرر ساعتها هينتهي معاه العالم كله. ونشوف ايدي وفينوم وهما ماشيين وبيشوفوا ساعتها راجل كبير مع العيلة بتاعته وبيبقى واقف بيشوي كده شوية أكل، ويسألوا ايدي عن المكان اللي رايح له وبيقول لهم إنه رايح نيويورك.
فبيعرض عليه عم الحاج ده المساعدة، وبيقول له إن هياخده معاه للاس فيغاس، وبيبدأوا يغنوا شوية أغاني كده في العربية، وبعدها بيوصلوا للمكان. ولكن هناك بيكون في كاميرات بترصد حركة إيدي للشرطة. وقتها إيدي بيحاول يدخل كازينو، لكن حارس المكان بيرفض يدخله، وده لأنه مش لابس بدلة. فيشوف إيدي واحد واخد جنب كده ومرتاح في وقفته، فبيبدأ إيدي يضربه وياخد البدلة بتاعته. ولما بيدخل إيدي الكازينو بيبدأ يشده فينوم علشان يلعب ألعاب حظ، اللي هي ألعاب قمار وكده يعني. ونشوف فينوم وهو بيتحكم في إيدي وبيبدأ يخسرها آخر 20 دولار موجودين في جيبه. وبيشوف إيدي بعدها تشين العاملة اللي كانت بتشتغل في السوبر ماركت، وبيبدأ فينوم يرقص مع تشين، وهنا بيحدد الكائن مكان فينوم. وقتها بيلغي فينوم التحويل، وبيقول ساعتها الوحش أنا إيه اللي جابني هنا. وبتبدأ ساعتها القوات توصل لإيدي عن طريق الوحش ده، وبيبدأوا يسيطروا على فينوم، ولكن المرة دي بياخدوه للمختبر. وفي الوقت ده بيوصل الحاج وأسرته لمنطقة 51 واشنطن، ودي المنطقة المحظورة اللي بيتم فيها الاختبارات زي ما قلنا. وبنعرف إن الحاج ده رايح هناك على أمل إنه يشوف أي كائن فضائي قبل ما يموت. وبنرجع تاني للمختبر ونشوف فينوم وهو بيتألم علشان بعيد عن إيدي، وده اللي قالته الدكتورة في المكان. ونشوف الدكتورة دي في مشهد وهي واقفة لوحدها قدام فينوم، وبنشوف تاني الحاج ده وهو واقف مع أسرته فوق معسكر كده من بتوع المراقبة. وبعد كده يبدأ يفوق إيدي من تخدير الشرطة ليه، وبيشوف قدامه الضابط موليجان وبيستغرب. وساعتها الدكتورة بين بتنزل تكلم إيدي هي والدكتورة اللي معاها، ونشوف الضابط بعدها وهو بيزعق مع الدكتورة لأنها موجودة في المكان ده بدون إذن. وبيبدأ الضابط يطلع إيدي علشان يقتله، وده لأن لازم حد فيهم يموت علشان المخطوطة تختفي تماما. وفي اللحظة دي بيبدأ يضرب الضابط إيدي بالنار، ولكن بيكون فينوم موجود جوه الدكتورة وبيطلع علشان ينقذه مرة تانية. وقتها بيبدأ الوحش ينزل لفينوم والشرطة وتتقلب الدنيا مرة واحدة في المكان. وساعتها بيبلع الوحش الضابط موليجان هو والمتحول اللي معاه. وبتبدأ الدكتورة تحرر كل السيمبيوس الموجودين في المكان، وبيبدأ كل واحد فيهم يشوف واحد علشان ينضم له، وبيحاولوا كلهم يسيطروا على المخلوق ده علشان يحموا فينوم. ولكن الوحش بيقدر يبلع عدد منهم ويخلص عليهم. ووقتها الدكتورة التانية بتبدأ تتحول هي كمان علشان تساعد وكده. وفي وسط المدعكة دي بيبدأ الحاج ده يقول أنا مش شايف فضائي لحد دلوقتي في المكان. وتبدأ الدكتورة بين تاخد مخلوق معاها في جيبها، وكله بيسعى على أكل عيش ومفيهاش حاجة يعني. وبنشوف إيدي وقتها وهو بيجري، وهنا بيشوفوه العيلة، وساعتها بيطلع عليهم علشان يستخبى من المخلوق. وقتها بيبدأ البرج ده يقع بالعيلة دي كلها، لكن إيدي بيقدر ينقذهم هو وباقي الفريق. ونشوف ساعتها المخلوق ده وهو بيطلع موجات وبتبدأ تأثر على كل الفينومز الموجودين في المكان. وبنعرف وقتها إن الموجات دي بتبقى إشارة من المخلوق علشان يستدعي زمايله للمكان، ويروح إيدي ويركب مكنة ويجري بيها، وده علشان يبدأ يجمعهم ويقدر يقضي عليهم. وبالفعل بيقدر يجمعهم عند مكان مليان بالمتفجرات، ولكن المتفجرات نفسها بتفشل إنها تقضي عليهم. وبيروح إيدي بخطة تانية، وهي إنه يقتلهم بسيف الطيارة الهليكوبتر. وبالفعل بيبدأ إيدي يطير بالمكنة بتاعته، وبيطير رقبة وحش منهم بمساعدة الدكتورة هدير المتحولة. ولكن بيقدر الوحش التاني يمسك إيده ويحاول يبلعه، واللي بيحصل إن الحاج بيقدر يضرب طلقة RPG ويفرتك دماغ الوحش التاني وينقذ إيدي من الموت. وبنشوف إيدي هو مش قادر يتحرك، وده لأن شفرة الطيارة الهليكوبتر جرحته. وبيساعده فينوم ويبدأ يطلعه في طيارة، وبيستخبوا ويقول فينوم لإيدي إنه كان نفسه يشوف تمثال الحرية. وبيعالج فينوم إيدي وقتها، واللي بيحصل إن فينوم بيتحول وبياخد وراه كل المخلوقات اللي موجودة، وبيرمي فينوم إيدي بره، وده علشان يدمر نفسه من غير ما يأذي إيدي. وبالفعل بيبدأ الضابط يشغل حمض موجود ويسيح كل المخلوقات بما فيهم فينوم. وفي مشهد مؤثر بيبدأ فينوم يجيب حاجز موجود علشان يحمي بيه ايدي نفسه، ونشوف القائد بتاعهم وهو بيتألم من اللي بيحصل في المخلوقات بتاعته. بعدها بنشوف الدكتورة بين وهي بتتحول بالسيمبيوس اللي معاها، وده علشان تنقذ صديقة عمرها هيدر. بعد كده بيفوق ايدي وهو في المستشفى، وهناك بيشوف قائد القوات وهو بيقول له انه بريء من كل الاتهامات وبيقدر يكمل حياته مرة تانية. وبنشوف في الاخر مشهد من قائد المخلوقات وهو بيقول ان بطل ايدي مات، وان الكواكب هتكون بتاعته كلها، وان الملك باللون الاسود مستيقظ، وبيقول كمان انه هيقتل عيلة ايدي كلها. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة، ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وده علشان نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد وحصري. وما تنساش تسيب لنا كومنت جميل بالفيلم الجاي يا بطل، وسلام.